كله بيبقى عايز يعمل تشكيله قويه في اللعبه، بس مبقاش معاه فلوس يدفع على اللعبه، او هو مش عايز يصرف فلوس على اللعبه خالص، فيبدا يدور على ملف لتهكير الكوين في اللعبه. وطبعا الكلام ده صعب جدا انك تلاقي واحد يديلك احدث ملف للتهكير. في فيديو قبل كده عملته عن التهكير واديت لكم احدث ملف للتهكير، وناس كتير ظبطت معاه الطريقه، بس الملف كان معقد جدا، تفضل تركب كتير في زد ارشيفر، وانا وريتها كل حاجه بالتفصيل عشان تعرف تعملها. النهارده انا مش جايب لك ملف معين تفضل تركبه، لا، هو ملف اي بي كي هتثبته، بعدين هتحمل كام ملف مساحته 1 ميجا، هتركبه بطريقه سهله واقولها لك حالا. هو ملف واحد اللي هتركبه، مش محتاجه كل الدوشه اللي حصلت في الفيديو اللي فات بتاع ملف التحكير. بس عايزك بس تقدر تتابع، تحط لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس، ورابط جروب التليجرام تحت في الوصف. وعايزك تركز معايا في الفيديو وتكمل معايا وتعمل كل حاجه بالتفصيل، عشان الناس بيخشوا يكلموني يقول لي الطريقه مش ناجحه وما اعرفش ايه، بقول لهم انت عملت كذا، بيقول لي لا. فاسمع الفيديو للاخر عشان اقول لك على كل التفاصيل وكل حاجه تخص الملف ده. اول حاجه تحمل ملفين من الرابط ايه تحت في الوصف. ملف الاي بي كي بتاع اللعبه هتلاقيه 2 جيجا، وملف الكوين اللي هو بتاع التهكير هيبقى 1 ميجا. كل اللي عليك تحمل ملفين دمت وتثبت التطبيق الاي بي كي عندك على الموبايل. طب انت بعد ما تثبت كل حاجه ازاي تركب الملف؟ هقول لك كل حاجه بس في الاخر، بس ده بس شويه عشان اقول لك ازاي اللعبه دي هتشتغل معاك، ازاي التهكير ده يبقى معاك عامل ازاي. اول حاجه ما تخش على اللعبه هيبقى معاك كوين حوالي 999 الف كوين، رقم كبير يعني من الكوين. ميزه الكوين في الملف ده انك تعرف تصرفها عادي. ينزل مثلا باكج ايبك، باكج نجوم اسبوع، خش اصرف الكوين اللي معاك عادي، غير الملفات التانية اللي ما بتسمحش بالكلام ده خالص. بقى كوين شكلا معاك في اللعبه. واللي هيميز النسخه ديت عن النسخ اللي قبلها انك ينفع تلعب مع اصحابك. تيجي تلعب في الاونلاين مش هيدخلك الجيم في الاونلاين، بس تعرف تلعب مع اصحابك ازاي بقى؟ لازم انت وصاحبك معاكوا نفس النسخه. ما ينفعش مثلا يكون هو مشغل مثلا بيس العالميه وتكون انت شغال على النسخه ديت، مش هينفع خالص. لازم انت وهو معاكوا نفس النسخه. دي تاني حاجه بقى معانا لو الكوين خلصت منك، ودي صعبه تحصل اصلا ان الكوين ده خلص منك، بس لو الكوين خلصت منك تعمل ايه؟ ببساطه تعمل مسح بيانات للنسخه ديت اللي انت هتحملها، وبعدين تخش على اللعبه تانية هتلاقي نفس التشكيله ونفس كل حاجه، بس الكوينز زاد. وعايز اقول لك ان المشكله في النسخه دي هي عملات الجي. عملات الجي مش هتتهكر معاك، هتبقى زي ما هي. كل مثلا ما تلعب تاخد عملات جي مجانا من لعبه عادي كده. العملات الجي مش هتتهكر معاك، كل اللي هيتهكر معاك هو الكوينز بس. وبس كده انا قلت لك على اهم الحاجات اللي موجوده في النسخه ديت. نيجي بقى الخطوه الثانيه ازاي تركب الملف بسهوله جدا. كل اللي عليك اول حاجه تحمل النسخه والملف، هتلاقيهم تحت في الوصف، تحملهم رابط موجود في الوصف. هتلاقي ملفين، اول حاجه ملف الاي بي كي مساحته 2 جيجا، وملف الكوين مساحته 1 ميجا. ملف الاي بي كي لما يثبت عندك اعمل له تثبيت. نروح للملف الثاني هو ملف الكوين. الملف ده كل اللي عليك هتاخده من داونلود عندك، هتاخده نسخ، هتروح على اندرويد، بعدين هتروح على الداتا وهتشوف ملف اللعبه فين وتعمل له لاسك هناك. وبس كده الملف يكون عندك اتلصق، تخش على اللعبه هتلاقي الكوين موجود عندك كل حاجه. طيب بسهوله كده من غير بقى وجع الدماغ اللي حصل في الملف اللي فات. الملف ده احدث منه بكتير عشان تعرف تخش على اللعبه من غير ما يظهرلكش اي مشاكل، والتركيب بتاعه سهل. وبس دي كان فيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي بصحه وسلامه. سلام.